You're not a killer. You have to be a killer. طبعا ورنر ما قررتش في يوم وليله ان يا جماعه تعالوا اشتروني، لا، الموضوع كان ليه تراكمات كتيره جدا وقرارات اغبى كمان. الفتره اللي فاتت دي اتعرف ان ورنر بروس محتاجه ان هي تبيع نفسها، وطبعا الموضوع ده اثار فضول شركات كتيره جدا علشان خاطر تشتريها. شركات كتير بقى، عندك شركه باراماونت وشركه نتفليكس وطبعا الصندوق الاستثمار السعودي. ولكن ورنر قعدت على عرشها وحطت رجل على رجل وقررت ان هي تختار مين اللي هيجي يمسك الشركة الكبيرة دي، لان زي ما احنا عارفين ورنر مش مجرد شركة افلام، ورنر شركة كبيرة جدا ومتحكمة في سوق الميديا بشكل عام. يمكن تلت الميديا بتاعت هوليوود موجودة عند ورنر فقط. ولكن ليه ورنر قررت ان هي تعرض نفسها للبيع اصلا؟ الموضوع ده كبير جدا. مبدئيا ورنر عليها ديون يمكن باكتر من 50 مليار دولار، وده رقم يهتك العرض بمعنى الكلمة. وده حصل من ساعة الاكوزيشن، او بمعنى اصح من ساعة ما ورنر قررت ان هي تشتري شركة ديسكفري. وطبعا الافلام والمسلسلات والحاجات اللي بتنزل ارباحها ما بتغطيش الديون دي، لان زي ما احنا عارفين اي ديون في الدنيا عليها فوائد، فالموضوع ده عمره ما هيغطي حجم الديون اللي موجودة على ورنر. ده غير ان دي ديون متراكمة وفوائدها اكيد هتبقى كبيرة. فعمليا الارباح اللي بتطلع من الافلام والمسلسلات هي مش ارباح، مفيش ارباح اصلا لورنر. تاني حاجة من ضمن الاسباب دي حاجة مثلا زي فشل HBO Max. HBO Max يعتبر ما فشلتش، والموضوع ده باين قوي الفترة اللي فاتت ما بين ان HBO Max تطلع وتقول يا جدعان احنا المنصة اسمها HBO Max، بعد كده يغيروا يسموها لماكس، وبعد كده يسموها HBO Max تاني، وتفضل في الدايرة دي. فمن الاخر ورنر بروس عملت زي اللي رقصت على السلم، لا عرفت ان هي تبقى عندها منصة ستريمينج سيرفيس ناجحة، ولا عرفت ان هي تطلع ارباح كويسة من الافلام والحاجات اللي بتطلع منها بشكل سنوي. تالت حاجة وهي من اكتر الحاجات اللي قررت ان هي تدمر ورنر بشكل جذري ومن الكور بتاعها، هي قرارات ديفيد زاسلاف. بعد مثلا حاجة زي الغاء فيلم باد جيرل، بعد ما الفيلم اتعمل ويعتبر جاهز على ان هو خلاص يتعرض، قرر ان هو يلغي الفيلم، والموضوع ده عمل ديون رهيبة جدا 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 على الشركة، وده اكيد بسبب الضرايب اللي اتفرضت على ورنر بروس. فانت عمال تزود في كمية الديون اللي عمالة تطلع على الشركة بشكل رهيب. ده غير ان السينما بشكل عام اتغيرت من بعد الكورونا بشكل رهيب جدا. من بعد الكورونا ما بقاش في ناس بتروح تتفرج على السينما، يعتبر ارباح الافلام بقت يعتبر في تناقص شديد جدا 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 على ورنر وعلى غيرها. اغلبيه الناس بقت بتتفرج على البلاتفورمز زي نتفليكس HBO Max والحاجات اللي شبه دي. مفيش حد يعتبر بقى بيروح يتفرج على افلام في السينما. اللهم كام فيلم هم اللي نجحوا وعدوا المليار، بس دي عدد افلامها قليله جدا جدا. لو فكرت كورونا بقى لها 6 سنين تقريبا، عدد الافلام اللي عدت المليار وفعلا افلام ناجحه وكويسه يتعدى على صوابع الايد. وكان القرار المخلص لورنر ان هي تعرض نفسها للبيع. وطبعا ورنر عشان خاطر هي يعتبر اكبر شركة في المجال بتاع الميديا والانترتينمنت عموما، فطبعا كل الشركات الاستثمارية والغير استثمارية قررت ان هي عايزة تشتري الشركة دي لانها مطمع كبير جدا. فكر معايا، شركة عندها كذا بلاتفورم ستريمينج، ده غير طبعا الالعاب زي مثلا سلسلة اركام ومورتال كومبات، وطبعا حاجة زي مسلسل جيم اوف ثرونز وهاوس اوف ذا دراجونز، وطبعا افلام DC الكتيرة جدا، وطبعا سلسلة هاري بوتر. مين ما يفكرش ان هو يشتري شركة عندها المكتبة دي؟ وطبعا زي ما قلنا عندك نتفليكس قررت ان هي تطلع عرض ب 82 مليار و700 مليون على الترابيزة دفعة واحدة مرة واحدة، وباراماونت قررت ان هي هتدفع 108 مليار. بس باراماونت عندها معضلة صغيرة جدا، بان باراماونت يعتبر عاوزة تدفع على اقساط. ده غير ان شركة باراماونت يعتبر مش هتدفع ال 108 من جيبها، لا ده مع مستثمرين كتير، وكمان في احتمالية بصندوق الاستثمار السعودي ان هو يكون داخل في الحوار بتاع باراماونت ده. حد يجي يسألني يقول لي ليه باراماونت مش هي اللي كسبت، مع ان هي اللي مقدمة العرض الاكبر، وممكن ورنر زي عادتها ان هي بتحب الفلوس ان هي تخلي باراماونت تيجي تمسك الشركة على طول. انا اقول لك ده سؤال حلو جدا، ولكن تعال نبص للموضوع بشكل استثماري اعقد بكتير من فكرة ان ده مقدم عرض بكذا وده مقدم عرض بكذا. نتفليكس جاهزة ان هي تدفع الفلوس كاش مرة واحدة، والفلوس هتبقى طالعة من جيبها، يعني السيولة طالعة من نتفليكس فقط، بمعنى ان انا هقعد مع شخص واحد والموضوع هيبقى بسيط.
هاخد منك فلوس علشان تشتري الشركه دي انت فقط. ولكن باراماونت غير كده، باراماونت هتدفع الكميه اللي جايين يدفعوها دي من ورا مستثمرين كتير جدا جدا جدا. فانت محتاج تقعد مع اكتر من شخص، وممكن الاكتر من شخص دول يكونوا غير متفقين مع بعض على عرض معين او على نظام هيمشوا بيه الشركه. فابقى انا قاعد بعمل في شركه ورنر بروس دي كلها واعمل ليجاسي كبيره جدا، ويجي كذا شخص يبوظوا الليجاسي ده ويرموه في الزباله مره واحده. باراماونت مقرره ان هي عايزه تعمل عرض خرافي وكبير جدا جدا، بس غير مضمون بالمره، والاكوزيشن مش هتتم بشكل سموث او بشكل سلس زي ما الناس كانت متوقعه. نتفليكس ممكن تعمل الاستحواذ ده في سنه، انما باراماونت عشان تعمل الاستحواذ ده بكميه المستثمرين اللي وراها الموضوع ده ممكن يطول بشكل رهيب جدا. واساسا ورنر محتاجه ان الموضوع يمشي بشكل سريع وسلس علشان خاطر كميه الديون اللي عليها، لان مع الوقت الديون دي بتتراكم وفوايد من وراها، والديون دي هتبقى اكتر بكتير جدا. نتفليكس جايه عايزه تشتري الشركه وعايزه تسدد الديون، فالديون دي هتزيد، فمعنى كده ان الحصه اللي هتيجي او الجزء من الفلوس اللي هيطلع لاصحاب شركه ورنر بروس هتقل. فطبعا ورنر زي عادتها عمرها ما هتوافق على حاجه زي دي. ده غير الفلوس اللي هتدفع، كل شركه بتقعد مع ورنر عشان تبين لها الخطه اللي هي هتمشي عليها في حكم هذه الشركه. وطبعا الموضوع راح لنتفليكس بكل سهوله. نتفليكس بتتطور مع الوقت، نتفليكس مع الوقت بتطلع افلام ومسلسلات ناجحه جدا جدا جدا، وفي امثله كتير على كلامي ده. انما باراماونت مش مضمونه، فزي ما قلت لكم كل واحد بيحط الخطه لورنر على الترابيزه، وفي الاخر ورنر هي اللي بتختار. وفي الاخر خالص بعد الاسباب دي كلها نتفليكس هي اللي بتنجح في الاستحواذ على شركه ورنر بروس. Netflix has inked a deal with Warner Brothers Discovery to buy the iconic TV and movie studio and its streaming assets, including HBO. I fucking win. وطبعا زي ما قلت الموضوع ده هياخد سنة، يعني في خلال 2026 كلها، بعدها في الأغلب هيكون الاستحواذ تم بشكل كامل تماما. رأيي من ناحية الحوار ده بصراحة إن نتفليكس هي أحسن الوحشين. أغلبية الناس التانية أو الشركات التانية اللي عاوزة تيجي تستثمر في ورنر هي حاجة سودة جدا جدا جدا. إذا كان صندوق الاستثمار السعودي أو باراماونت أو مثلا شركة زي يونيفرسال، كان في كلام برضو على إن يونيفرسال ممكن تشتري الشركة دي. بالنسبة لي هي أحسن الوحشين، لأن إحنا خلاص في أمر واقع. ورنر مقرره بشكل صريح جدا بان هي خلاص هتتباع. نتفليكس مع الوقت بتتطور، ومع الوقت بتقدم خدمات للبلاتفورم بتاعتها بشكل احسن واحسن واحسن. ده غير ان طلع كذا خبر على ان نتفليكس مش هتغير حاجه يعتبر من السياسه بتاعت ورنر. فبالنسبه لي لو ورنر فضلت مكمله على افلامها زي ما هي وعلى اداراتها زي ما هي، ده هيخلي الموضوع سلس، خلي نتفليكس تكون بتكسب ارباح من ورا ورنر بروس بس كانها ما اتباعتش. ولكن باراماونت لو كانت مسكت كان في كميه هوجه هتحصل وتغييرات بالجمله، وده مش هيبقى احسن حاجه. لان ورنر اصلا لو فكرنا فيها بشكل عملي هي احسن شركه عملت افلام خلال سنه 2025. فيلم ذا سينرز وفيلم ذا EF1 وطبعا فيلم زي سوبرمان. الافلام دي حققت ارباح كبيره جدا جدا جدا، والافلام دي كلها على بعض اساسا، ده غير الافلام اللي انا ما قلتهاش تتخطى $1.5 مليار على اقل تقدير ارباح، وممكن يكون اكتر من الرقم ده بكتير جدا كمان. فده بيخلي شركه ورنر بروس كاداره وكابداع وكاخراج وكافلام ومسلسلات وبلاتفورمز عامه هي شركه عظيمه جدا. فلو خلينا كل حاجه زي ما هي وتبقى نتفليكس بس بتكسب فلوس من ورا ورنر بروس يبقى شيء كويس. بس ده كان كل حاجه عندي عن الحوار ده، وده الموضوع بشكل عام على ان ازاي نتفليكس عرفت تشتري ورنر بروس. اتمنى اعرف رايكم في الكومنتس على الاستحواذ بتاع نتفليكس للشركه، وما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب. سلام. Motherfucker!